نتكلم الدنيا ترفد ابنا الابو ترفد ابنا الابو ترفد ابنا الابو حكنا الأديان تتوقع منه لس أبو فقر منه لس أبو فقر منه لس أبو حكو يمدرك يدا وحكو حقا مسكبو مثل حوية عيسني يموت مسلم وحيد مثل حوية عيسني يموت مسلم وحيد قبر ابن مسكبيت نديب ويكي السنية وسرتا يبي قريت تميت حكاية ترتا سمع مجي مثل حوية عيسني مثل حوية حيسني وإريترياتك مثل حوية حيسني يموت مسلم وانبر مثل ولاد حيسني يموت مسلم وانبر من أميت دفنوني وقبر سني تخبر ومن هاللي حويتهم أتهاجكم أتحبر أتكم ولا سحاكم صمدي بمس من أميت وحي مثل ولاد حيسني من أميت وحي مثل ولاد حيسني كبر ابن مسكبي ور بالله أكلني كبر ابن مسكبي ور بالله أكلني سر نطاق كبير ولا سروك جنوبتك كلتت حبعي هليت وستر جنوبتك كلتت حبعي هليت وستر أنا بعيد كل سادي بكل أكان قدر حقوني قراكم سكو لو دي مدر أو يندس سادنا يدم أباي قلنا الحوية حيسن الحوية حيسن الحوية حيسني رياتك الحوية حيسني رياتك الحوية حيسني رياتك هاي نقعد عن مساهم كلهم تخاتلتي أبو اشتغازان نا فيسبوك نزل لهم كاب زغسلنا نبتي سيمينارنا نحل فينا مودريتر قويتهم مبرهتو بعد بزعبات سيمينار قلص لنايو مناو حلفوكم قويتهم ماي نابخا سلام يوحنس مجمريا عنيلنا جزاخ بملؤ تساتفتي نقعد حان مساكم
قرب دمكنا خوين سمعني يقرأتنا حتت سلامتايت مجمريا زعاتوه ينوحيو من مقصال إذا حجي كدرفس أنا حدرفي كلنا تردينا نخوننا قنتا قند تحستو نايتا درفي أنا مسحواتي يحشني موت كون رهوة أنا مسحواتي يحشني مسألة تراوني أنا حواتي زتقاطمة تقاطمة تعميو مسؤمية سألا أخنا حوص كأينا حبيرنا ولا أبغندي إذني أبغندي إمني دكيسة نشتو على باون تأخلني مسؤمي حشاني لو مشت في كورس كلهم تأرستري إخمال لهم هايمانوتن هاجرن منجستن هايمانوتن منجستن بفلاي أب قداي إرتراز تكره انتاي خمت إسارو زبل كوينو حاونا نخبرو بروفيسور جلال الدين حيزو زمصه كنسمعنا بمقصال دحري انتي ذهبنا of course بروفيسور اسمه بزحتهم قلال يالو مدغما لكم ليسه ينوحمي بوزح كبنا سلازدليو ግን ከዓ ሓደ ሰዓት ኢና እንተነውሐ ክንህቦ እምበር ብፍላይ ዶክተር ጀላል ኣስፊሒ ዝገልጽ ኣብ ውሽጢ እዛ ሰዓት እዚኣ ዝበለና ምስ ሰማዕና ድሓር ኣብ ክንዲ መሃራይን ተመሃራይን ንኸውን ኩልና እነማዕብሎ እንሓትት ዝተፈላለየ ረኣያ ከዓ ክህልወና ውብ ጌርና ንውሰዶ እቲ ካልእ ሰብ እንታይ ኮን ንብል ኣሎ أناس كم زي زرداني نبل أي زراوي كانوا حالكمني ناب دكتور جلال كساقركمي زوم من محدار كلمي أزبلون انت زي هالي الحمد لله على السلامة انكو عاد حان مساك ها دكتور بروفيسور كلنا عخا كالا أي جزيخا أبسنتنا مثلني خاب ذكرني بدحري جون قصالي كتهلو مسانا ناتمننا مدرخنا بخا تفضل بفلاي كا افتح المايك حوي قرماي بمترجم كتحقاقزنا سلازخونه مساء خبرات تدالي خمسة لون ريال لخو تراي منشناي قبر كوني قريتها سلام كا افتح المايك يا بروفيسور جلال افتح المايك مايك ميوت الله جميل بسم الله الرحمن الرحيم ومرحبا بكم جميعا وأنا بدوري أشكركم فهذه المرة الثانية اللي تتيح لي فيها فرصة عشان ألتقي بإخواني وزملائي الإريتريين وعشان نناقش مع بعض كلنا الهموم الوطنية. لابد أن أشكر مجموعة سنيتنا والإخوة الحضور اللي حيشاركوننا النقاش في قضية مهمة جدا وهي قضية الدين والدولة في الحالة الإريترية، الفصل والوصل. ما يمكن يترجم. بمجمرتا بسم እግዚአብሔር ሰላም ይብለኩም ከምኡውን ብወገነይ ንዓኹም ይኹን ተዓዘብቲ የመስግን ከመይሲ ንስኻትኩም ምስ ተዓዘብቲ ምስ ኤርትራውያን ኣሕዋተይ ተራኺበ ብጉዳይ ሃገረይ ይህን ክብል ንዝሃብኩም ንዕድል ከምኡውን ንሳቶም ምሳና ክዛተዩ ኣብዚ ምምህላዎም እዚ ምስጋና እዩ ካብኡ ቀፂለ ግን ብዘወገነይ ብዛዕባ ሃይማኖትን ደውላን ዘለዎ ምትእስሳርን ወይ ምርኻብን ወይ ምፍልላይን
كم قدامي نطبي بوخ الزاربي. خلوني في البداية أقول كمدخل للموضوع، أقول حيث يكون الإنسان يكون الدين وتكون السلطة. لا يمكن أن نتصور إنسان من غير الدين بغض النظر عن طبيعة هذا الدين، هل هو دين سماوي ولا دين وثني. إنما الإنسان لا يمكن أن يعيش من غير مكان يعيش فيه ومن غير دين يتدين به بغض النظر عن طبيعة هذا الدين. ومن هذا الدين تكون السلطة التي يخضع لها الإنسان. حتى الذين لا يتدينون هم يتدينون، يعني معنى أنه عدم الدين في حد ذاته دين. وهذا يوريك أن الإنسان لا يمكن أن يعيش بدون دين. اللا دينية في حد ذاتها دين، عدم الإيمان في حد ذاته إيمان، الإلحاد في حد ذاته دين. إذن لا يمكن أن نتصور إنسان من غير دين يخضع له. ኣብ መጀመርታ ከም መእተዊ ሰብ ኣብዝሃሎ ይሃሉ ብዘይ ሃይማኖትን ከምኡ እውን ብዘይ ደውላ ነቢሩ ኣይፈልጥን። ኣየናይ ሃይማኖት እዩ ብዘየገድስ ኣብ ሓደ ሰማያዊ ኣምላኽ ድዩ ዘምልኽ ኣብ ጣዖት ድዩ ዘምልኽ እቲ ባህሪ ወቲ ዓይነት ናይቲ ሃይማኖት ብዘየገድስ ሰብ ብዘይ ሃይማኖት ኣብዛ ዓለምና ነቢሩ ኣይፈልጥን። ብዘይ ሃይማኖት ምንባር ንገዛእ ርእሱ ሃይማኖት እዩ ወይ እውን ብዘይ እምነት ምንባር እውን ንገዛእ ርእሱ እምነት እዩ። إذن الدين ضرورة للإنسان كما الدولة ضرورة للإنسان، وهذا يعني أنه في صلة بين الدين والإنسان والدولة. هذه الصلة تكون في توافق وأحيانا في تناقض. ስለዚ ሃይማኖት ኣገዳስን ኣድላይን እዩ ንወዲ ሰብ፣ ከምኡ እውን ደውላ ኣገዳሲትን ኣድላይትን እያ ንወዲ ሰብ። እዚኣቶም ከዓ ክልቲኣቶም ስለዚ ዝምድና ኣብ መንጎዞም ክልተ ኣሎ። እዚ ዝምድና እዚ ሓደ እዋን ሓርፋፍ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብዝኾነ ይኹን ግን ክልቲኣቶም ወዲ ሰብ ብዘይቦኦም ዘይነብር ካብ ኮነ ክልቲኣቶም ከዓ ኣብ ሓደ ቦታ ዝነብሩ ካብ ኮኑ ብሓደ ዝነብረሎም ካብ ኮነ ኣብ መንጎ ክልቲኣቶም ዝምድና ኣሎ። والدين والدولة الاثنين كل واحد منهم بيعمل من أجل سعادة الإنسان. قضيتين الدين والدولة كل منهم بيعمل لها وهي نقطة اتفاق بينهم، اللي هي أمن الإنسان أن يكون آمن. النقطة الثانية سعادة الإنسان أن يكون سعيدا، لأن الأمن والسعادة مرتبطين مع بعض. لا يمكن أن يكون أمن ما لم تكن هنالك سعادة، وحيث تكون السعادة يكون الأمن. والدين والدولة كل منهم يعمل من أجل توفير الأمن والسعادة. ሃይማኖት ደውላን ኩሎም እንቲ ሓደ ዕላማ እዮም ዝሰርሑ። ንሳቶም ከዓ ምእንቲ ሰላምን ራህዋን ናይ ወዲ ሰብ እዮም ዝሰርሑ። ስለዚ ሰላምን ሓጎስን
نممصا بخلتياتهم وغنات ወይ ክልቲኣቶም ዝራኸብሉ ምእንቲ ወዲ ሰብ ከዓ ዝፅዕርሉ ጉዳይ እዩ ንሱ ከዓ ብሓደ ተቐዳማይ እቲ ሰላም ናይቲ ወዲ ሰብ ሰላሙን ምርግጋኡን እቲ ከዓ ራህውኡን ሓጎሱን ፀግኡን ከዓ እቲ ካልኣይ ወገን እዩ ስለዚ ክልቲኣቶም ነዚ ሓደ ናይ ሓባሮም ዓላማ ይሰርሑ وإذا حصل نوع من الخلاف بين الدين والدولة فهو في طبيعة مفهوم السعادة ومفهوم الأمن. إيش هو الأمن وإيش هي السعادة؟ هذه النقطة هي اللي بتخلي الدين والدولة أحيانا في تنازع وأحيانا في توافق. ስለዚ ሓደ ግዜ ኣብ መንጎኦም ወይ ኣብ መንጎኦም ፍልሊ እንተ ተረኽበ እቲ ፍልሊ ንገዛእ ርእሱ ኣብ ተረድኦ ናይቲ ሰላምን ናይ ራህዋን በብወገኖም ዘለዎም ተረድኦ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እዩ እቲ ፍልሊ ዝረአ እቲ ሓደ ብሓደ ወገን ይርድኦ እቲ ሓደ በቲ ካልእ ወገን يردو وفي هذه الحالة يكون صراع بين الدين والدولة. أبزو قدايزي مسترخبه أمونغو دولان هايمانوتن قجتي في الدر قال سويني والدين في هذه الحالة يتدخل في الدولة إذا شافها ماشية في عكس سعادة الإنسان وأمن الإنسان، والدولة تحاول أن تحد من تدخل الدين. أبزو قدايزي مالت تا دولة انت دا وإتا هايمانوت انت دا تي دولة أب قداي سلامن أب قداي رهوان نايتهم دك سبا وي نايتهم نبارو إيدو مالت انت دا كم تزلة زي كوينو إيدا إيد مئتاو يركبمو أبزخاء التفل اللي يرأي. عشان كده دائما الملك يحاول يسيطر على الدين، لأنه في مقولة لملك فارسي بيقول إذا لم توظف الدين لصالحك فإن صاحب الدين سيوظفه ضدك، فيكون لازم أنت تسيطر على الدين، لازم الملك يسيطر على الدين من أجل أن لا يستخدمه رجل الدين ضد الملك. إذا خايو مالت نجستات كل جزية نهايمانوت كقاس أسرو يفتنو حدا ناي فريساو نقص أبهلا له هايمانوت أبو دايكا انت دا أزيو إلكايو وين قدايكا خمسة قلقل انت دا أزي غيركايو نقدايو كم تقلقل كقبركايو سلازي كابزي تبقيسكا نهايمانوت أبو سركا كتأتو اللوكايو. ومعروف أنتم تكونوا قريتم في التاريخ الأوروبي كيف أوروبا عاشت صراع ديني في القرون المظلمة أو العصور الوسطى، عندما كانت الكنيسة هي التي تهيمن وتسيطر على أوروبا، وبعد ذلك قامت الثورات في أوروبا، حتى كانت الثورة الفرنسية اللي رفعت شعار اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. كلاتكم تاريخ أوروبا بيبكم تخوفكم أب مالت أب مع كلاي كفل زبنون أب مع كلاي كفل زبنون سنبرة أم مونغوتي منغستن أم مونغوتي هايمانوتون زنبرة مسرحة بدحرزي أب أوروبا ثورات العيلون جزء رسو
أب سورة فرنسا توم نتي سورة زلعالو نتي ناي مودة نوس بتي مودة معنتا ناي تزلو كشيركم حنقو زبل ترحو وأباهلا زلعالو. وعلى هذا الشيء حدثت حالة جديدة من العلاقة بين الدين والدولة في أوروبا. كابزي تفديسو حدش كنتات مالت منغو زمدنا هايمانوت زمدناتات هايمانوتن دولان أوروبا تفديسو. بناء على ذلك أنا أقسم حالة الوصل والفصل بين الدين والدولة إلى أقسام حأذكرها الآن 4 أو 5 قسم تقريبا يعني. القسم الأول الوصل التكاملي، يعني الدين والدولة بيتواصلوا مع بعض وصل تكاملي ليس تناقضي، يتكاملوا مع بعض وإنه ويعيشوا في حالة انسجام وليس في حالة تناقض، يتكاملوا مع بعض. الحالة الثانية الوصل التنافري، إنه الدولة والدين يتواصلوا ولكن تواصل حالة تنافر، حالة صراع. الوصل الثالث المصالحي، وهو إنه الدولة والدين يتحالفوا من أجل أن تحقق الدولة مصلحة دين معين ويحقق الدين مصلحة نظام حكم معين. والفصل الناعم، في فصل ناعم أيضا، وهو الفصل الذي يحشر الدين في حيز من المساحة التي لا تجيز له التدخل في حيز الدولة إلا وفق شروط الدولة وضمن ضوابطها ورعاية مصالحها. الأخير الفصل الحاد. الفصل الحاد هو الفصل الذي يجعل من الدين عدو لا مجال له في العمل على ساحة الدولة، وهذا النموذج نجده في نموذج الدولة الماركسية التي ترفض الدين نهائيا وتحاربه. هذه هي الحالات اللي أنا تصورتها في علاقة الدين بالدولة. مباركس كابز تبجيسي أب زمدناتات ناي هايمانوتن دولان 4 وحمشت زخونو نتبتات كتكسي خابز تبجيسي خاية اتي زمدنا ناي دولان ناي هايمانوتن زاربولو زلخو اتقداماي زمدنا تمالالاي زمدناي اتي امنت كابت هايمانوت زدليو نجر አለው ሃይማኖቱን كابت امنت زدليو نجر ስለዚህ ክልቲአቶም ተማላሊኦም ይኸዱ እቲ ካልኣይ ንገዛርሱ ናይ ምንጽጻግ ዝምድና እዩ እቲ እምነት ወይ እቲ ሃይማኖት ኣብቲ ደውላ ክግበር ዘለዎ ነገራት ይርኢ እዚ ክግበር ኣለዎ ይብል እቲ ደውላ ድማ ኣብ ጉዳይ ኣይተእቱ ብምባል ተናጻጻጊ ዝምድና ግን ሓቢሩ ከዓ ይኸይድ ክልቲኣቱ እቲ ሳልሳይ ናይ ረብሓ ዝምድና እዩ እታ ደውላ ገለ ናይ እምነት ነገራት ኣብ ውሽጣ ማለት ክኸይድ ዘለዎ ነገራት ትፈቅድ እቲ እምነት እውን ናይቲ ደውላ ክገብሮ ክህልዎ ዝኽእል ነገራት እውን ይቕበለሉ ማለት እዩ እቲ ራብዓይ ንገዛርሱ ሉስሉስ ዝምድና እዩ እስኻ ኣብ ጉዳይ ስጋብ እዚ ደረጃ ክትኣቱ ትኽእል ኣነ እውን ኣብቲ ጉዳይ ስጋብ እዚ ደረጃ ክኣቱ ይኽእል ተባሂሎም ክልቲኣቶም ስጋይ ስጋኻ እናበልሉ ዝኸድሉ ዓይነት ዝምድና እዩ
اتي حمشاي زمدنا جن ناي من نصصاق زمدنا الرئيسو الدولة نت امنت ينصقو ابلعليو وين مالت بزح نجارات يكايد بجزء أرسو إذا زمدنا زي أمونغو اتي كومنستاويان ويناي ديساويان امنت زلو زمدنا زمسل زمدنا يتناي مودات زمدنا. بعد المقدمة دي أو المدخل دي ندخل في الحالة الإريترية دلوقتي. الحالة الإريترية عشان نتكلم في علاقة الدين بالدولة في الحالة الإريترية يتطلب مننا نعرف الكيان الإريتري، تركيبة الكيان الإريتري. الإريتريا دي جت كيف يعني؟ دي مسألة مهمة جدا. وأنا في نظري إريتريا هي عبارة عن تجميع بشري مقتطع من السودان ومن إثيوبيا، الثقافة الأكسومية، خلينا أقول من الثقافة الأكسومية والثقافة الإسلامية اللي هي المسلمون في السودان، امتداد للسودان، امتداد لإثيوبيا، امتداد لجيبوتي. إريتريا هي هذه يعني متكون من امتدادات وليست هي منطلق وإنما هي مصب. دحرزم بار أبتي دحرزم أتوزي أب قداي إيرترا كأتوية قدام أيجن إيرترا كم هلاوي أبتي أمساس أنا إيرترا نجزارسو كاب كل شنخات بوجن ناي السودان بوجن ناي إثيوبيا وين ناي أكسوما وسلطاني كم أوين كال بوتاتات كابز كله تقراريسو زت أكبه أحزابي سلزي إيرترا ناي زبوتاتات زي مبقسيت زي كوني اتي أبقاز علبة وأبقاز تخعو ندر كم ما يكعو نايزي زتفعل عليه زمسل زنبري أحزاب انبر كابقات وقسون أبكال زفسسي وي زي مالت زنقده أيكونن. وإذا شفنا العلاقة بين الثقافة الأكسومية والعلاقة بالثقافة الإسلامية نجد حالة من الصراعات في المنطقة. ونشوف الآن نشوف مثلا في التاريخ، إذا رجعنا في التاريخ شوية، لو رجعنا يعني نحصل إنه العنصر الأوروبي اللي حسم مسألة الدين في وطنه على الطريقة اللي أنا ذكرتها لكم من قبل جاء كمستعمر في المنطقة، وهو يحمل فكرة عن علاقة الدولة بالدين. فالفرنسيون جو في القرن الأفريقي، الإنجليز جو في السودان ومصر واليمن الجنوبي، والطليان جو في الصومال وفي إريتريا وفي ليبيا. الاستعمار لما جاء وجه بحركة مقاومة في البيئة الإسلامية. منطلق حركة المقاومة كانت الإسلام، كانت العقيدة الإسلامية. فظهر في ليبيا عمر المختار، ظهر في السودان محمد أحمد المهدي، ظهر في الصومال الشيخ اسمه شيخ حسن المهدي، أيضا هو قال أنا المهدي. وقامت هذه الصراعات، وتعرفون أنه الصراعات هذه تولد منها، إذا رجعنا إلى قديم، جو البرتغاليين في المنطقة وجو العثمانيين، وظهرت حركة الإمام أحمد الصومالي أحمد جراي، فحصل
هذه الحالة من الصراع في المنطقة. إذا ما يمكن نتكلم عن الحالة الدينية في إريتريا ما لم نستحضر هذه الصراعات. ففي التجراي أيضا ظهر يوهنس، وحصلت حالة حرب بين المهدية والأرثوذكسية الأكسومية اللي قتل فيها يوهنس في المتمة. إذن الحالة الدينية في إريتريا لا يمكن أن نتصورها اتصالا وانفصالا من غير الحديث أو من غير التذكير. خلينا أعبر بعبارة التذكير بهذه الحالة التاريخية. مباركس زمدنا أب إرتراح مسلم كلنا زمدنا سلطاني أكسوم بتحادوغن بتخلى وين ونيتي ناي مسلم الناس سلطاني نيرو أمانغوهم متصحابن كالسو نيرو سلز إزوين ملسيلنا إوروبا أبتي أب هاجروم زنبرة ناي زمدنا دولان أمنتن وين نتزنبرة زمدنا تات زي حيزهم يوم نابز كبابي تات زي كم جزاء مسيوم طاليان يكونوا فرنساويان يكونوا إنجليز يكونوا أبز بوتات أبز كبابي تات زوين تقاومو أقاتموهم مالتيو إتتقاومو خقاتمون كلها مبقسيون إجزاء إتي إسلاماوي سلطاني نيرو تزخايدة تقاومو أب سودان ناي مهدي أب إثيوبيا وينكم ناي أحمد القاضي كم وين أب سومال الشيخ أحمد شيخ حسن المهدي كم ودحيرو وين إتي أمونغو مهدن يوهنسن زترخ به كالسي ويزترخ به مسحاب إذا نجزع رسو إذا كله تاريخ زي نعو حزنا وين نعو نعمبنا نعو كمركزنا كنريو يجبع أب إرتراز اللون إتي ناي أمنتم ناي دولان زمدنا. لما نجي في الطليان لما جو في إريتريا وكونوا إريتريا، الطليان وجدوا إنه في حالة تنافر بالنسبة للتاريخ اللي شافوه، في حالة تنافر بين الكنيسة الأرثوذكسية والمسلمين في إريتريا. وجدوا هذا أو المسلمين في المنطقة، فحاولوا أن يكسبوا المسلمين من الجانب الديني، فتبنوا الطريقة المرغنية اللي السيدة علوية المرغنية اللي كانت حليفة الطليان في إريتريا، واللي أيدت زحفهم إلى إثيوبيا، وقالت إنه أنا الرب أمرني أن أقف مع الطليان عشان يزحفوا في إثيوبيا من أجل أن يحموا المسلمين في إثيوبيا. طبعا موسوليني واحد عنصري ما لهوش علاقة بالدين ولا بالإسلام لكنه هو يستغل الحالة التنافرية الموجودة في المنطقة، وأخذ الطريقة المرغنية ممثلة في السيدة علوية المرغن. امباركس طليان إرترا مس مصو التي تاريخ وين تخونتات وين مصر أيوة أمونغو تي أرثوذكساو بيت خريستيان أمونغو تي مسلمون مسحاب كمزلو أمبيبون ويريوم كابزي تبقيتهم بقار متان قدايم كسلطهم بقطع مستي إسلاماوي شنخ وكينهم مسوخة أبتقوانتي مستهم مرقنية أبتقوانتي زنبرة السيدة علوية نسان جزء رسا أنا إجزاء أريوني نسخاتكم كابزين دجينان إثيوبيا وينفتكم نتي أبو زلو ناي إسلام نتهم إسلاماويان مالت مدحن كتكونوهم رأي رئيه إلى وانت زارباتهم أبزي موسوليني زقدسو نجر أين برم مهنياتو ناي إنتو يسوين أيكونن جن نزي قدايزي مزميزو
إتي ناي مجزأتي قدايو كسلطو سلازخل مستي إسلاماوي شنخ وجينو وي مسؤولين كوينو نتي نتو قداي كي حزو وسينو مالتي. الإنجليز في السودان اتحالفوا مع المرغنية ضد الحركة المهدية طبعا، من أجل أن يضربوا حركة المهدية. اتحالفوا مع المراغنة الختمية وفعلا ضربوا الحركة المهدية وأنهوا وجودها. الملك يوحنس طلب من الخليفة التعايشي عبد الله التعايشي الخليفة المهدي، أرسل له رسالة وقال له خلينا نتحالف أنا وأنت ضد الطليان ونكون جبهة موحدة ونقاتل الطليان. لكن الخليفة عبد الله التعايشي رفض التحالف مع يوحنس ودخل حرب مع يوحنس وقتل يوحنس. كل ده طبعا صراع سياسي، الدين فيه مستغل موظف، فهي نوع من حالة التعامل النفعي مع الدين. إنجليز وين أب السودان مسأتو بقطة مس خاتمية ومس مرقان مس انت مرقاني يوم تسامعهم نسخة نتوم نمهدي وين نتوم أنصار نمهرام أبونقهم مسؤوم كيدان غيرهم مس مرقانية تسامعهم كقبل علي مهدي تعويتهم كاب السودان وين هلونهم كم حيلي كم زي اللو خوينا أبزو وانزي نجزارسو يوحنس أبتوان تزنبر مراحي ناي مهدية وينايتهم أنصار عبد الله التعايشي دبدبل يخو أنا نسخان كيدان نقبل كيدان غيرنا أنصار تليان نواقعيلو تخونجن شيخ عبد الله التعايشي أبيو بأنصارو مس يوحنس أو جاتهم يوحنس تقتلوا كل جزية إتهايمانوت أبتي كالسي وأبتو قداي ألو جنكا كم مسرح ويكا كم كمولو كم مسارحي تزي كوينو كم أمنت أيقونم كم مسارحي جن كل جزية أمونغو كلهم أتوم أبتو عدد خالص زكايدو زنبرو هايمانوت كم مسارحي يأتو نيرو. أيوة، إذن حتى اللي يقولوا نفس الدين عن السياسة هم يستخدموا الدين، لأنه لا يمكن الفصل النهائي بين الدين والدولة أو بين الدين والسياسة. سنة 1941 لما الإمبراطور رجع إلى إريتريا إلى إثيوبيا، وإريتريا كانت تحت الانتداب البريطاني حتى 1952، هنا أصبحت علاقة الدين بالدولة علاقة مصلحية بين الكنيسة والإمبراطور. فإن الإمبراطور استخدم الكنيسة الأرثوذكسية من أجل إشعارها بأن مصلحة الكنيسة مرتبطة بالإمبراطور كشخص، لأن الإمبراطور بيعتبر نفسه حامي الدين، هو الذي يحمي الكنيسة، والكنيسة بتجد فيه مصلحتها. عشان كده الكنيسة الأرثوذكسية أصدرت قرار بعدم الرضا عن كل من لم يصوت لصالح الانضمام إلى إثيوبيا، وعبأت المؤمنين بالكنيسة الأرثوذكسية من زاوية العقيدة بأن الرب لا يرضى عنهم ما لم يطالبوا بالانضمام إلى إثيوبيا. فهنا استخدم الدين والدولة، حصل بينهم اتصال من أجل المصلحة. بدحرزي مباركس كابدي كنريو نخيل هايمانوت كاب دولة وي كاب بوليتيكا ولا وينتهم كاب هايمانوتن بوليتيكان وي هايمانوتن دولة رخكب يبلهم كلتيهم استفعلالو يوم زبلو وين
ከምኡ ኢሎም ዝዛረቡን ዝእውጁን ፈልዮሞ ኣይፈልጡን እንታይ ደኣ ክጥቀምሉን ክዛመድዎን ኢና ዘርእየና እዚ ታሪክ እዚ ካብዚ ቀፂሉ ኣብ 1952 ድሕሪኡ ዝነበረ ሃይለ ስላሴ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ንዛርሱ እቲ ኣብ መንጎ ቤተክርስትያንን ኣብ መንጎኡን ናይ ጥቕሚ ዝምድና ከም እተገብረ ንሪኦ ሃይለ ስላሴ ነቲ ቤተ ክህነት ረብሓኹምን ጥቕምኹምን ምሳ እዩ ስለዚ እቲ ቤተ ክህነት ድማ ረብሐኦም ምስኡ ስለ ዝረአይዎ ንገዛእ ርእሱ ኣብቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ቃልሲ እቲ ቤተ ክርስቲያን እንተ ደኣ ምስቲ ኢትዮጵያ ዝደልዮ ወይ ሃይለ ስላሴ ዝደልዮ ክኸውን ዝደልዮን ምስኡ እንተ ደኣ ደው ዘው ኢሎም መርገመ እግዚኣብሔር ክህልዎም ከም ዝኾነ ወይ እውን እግዚኣብሔር ዘይፈትዎ ስራሕ ይገብሩ ምህላዎም ንሰዓብቶም ክሰብኩን ክምህሩን تترايوم مقابل ده المسلمين في إريتريا راحوا عملوا حاجة اسمها الرابطة الإسلامية. الرابطة الإسلامية المؤتمر التأسيسي بتاعها اتعقد في كرم طبعا. الرسائل التي وجهت إلى الزعامات القبلية من أجل حضور مؤتمر تأسيس الرابطة كانت باسم السيد بكري المرغني الزعيم الديني للطائفة الختمية المسيطرة في إريتريا طبعا امتداد للسودان لأنه زي ما قلت لكم لا يمكن أن نتحدث عن الحالة الإريترية عن الحالة الدينية في إريتريا من غير السودان من غير إثيوبيا فالمراغنة هم امتداد للطريقة المرغنية الموجودة في السودان فالسيد بكري المرغني هو اللي كتب الخطابات باسمه كتبت إلى الزعامات القبلية وإلى أفراد الناس وعقد المؤتمر وأصبح السيد بكري المرغني هو الأب الروحي للرابطة الإسلامية والسيد إبراهيم سلطان سكرتير الرابطة الإسلامية. بأنصار نايزم بأرت زمسة ناي الرابطة مفتاريو زدما أب كرنيان مجمرتات مسريتا أتي مسراتي قبائي خجبر إن كله ناب كلهم اتم مرحتي قبيلاتاتن عبيت عدن كمون تراسباتن والقصباتن يخونوا بكتام ناي سيدي بكري المركاني زت صحفي دبدابي نيرو ازي نجزا رسو انتاير ينا اسلمنا اب إرترا تي بمسرته تي بقندو تي ناي المرقني وناي الخاتميه من نهاريا بوتو سودان سلازخونه اسلمنا اب إرترا بوغن سودان يكون وين بوغن إثيوبيا يكون وين كم زسلو يرئينا مالتي سلازي كنفلاليو عين خلنينا تزم دناتا ازم دناتا تزم باركس دحري بسم سيدي بكري المرقني اتي عدمه مستقبره اتي قباعوين تخايدو ناي مجمرتا بريسيدنت ناو ويناي ناتو ويناي منفس ابو كوينو زتمرصه سيدي بكري المرقني خون كله سكرتري وي وانا صحافي خا شيخ ابراهيم سلطان كوينوم تمريصهم بعد كده الثورة الإريترية تأسست جبهة تحرير إريتريا تأسست 1961 وراحت تتصل بالعالم العربي من خلال عبر السودان عبر القاهرة عبر دمشق عبر بغداد والإسلام كان حاضرا في هذه الحالة أيضا فكان اتصال أنا قاعد أتكلم حاليا قاعد أتكلم في بداية جبهة تحرير إريتريا يعني عندما بدأت في بداياتها كان الاتصال بالزعامات الإسلامية في المنطقة العربية وكان يستخدم الخطاب الإسلامي نحن مسلمين ومضطهدون
واضطهدنا من قبل الامبراطور هيلي سلاسي واعتبرنا مواطنين من الدرجه الاولى، واحنا لسنا مع من اثيوبيا. وكان هذا الخطاب حاضرا في التعبئه السياسيه. بدحر زياب شحن شعات ميتن سستان حدن تقعد لحرمة إثرات مسريتا اتزمدناتات مس هاجرات عربن مرحتي ناي هاجرات عربن بمنقدي سودان قبسي سوريا وين بخالق أبيلكا اتزمدناتات تغيرو أبزوين اتي إسلاماوي ملأختي نيرو إيو السخاء نحنا كم إسلام متن توسعنا بخالق أي درجة نرأي كوينا زبل ناي ملع علم ناي تداناغاسي حيل ناي مركبن اتي قداي مالت اتي ناي امنت مالاختات الصحفة ابزوين اتي امنت رحوق نيرو اي نبرن كنبلاي نخل نيروي. ضمن تفاعلات هذا الخطاب وتطور جبهة تحرير إريتريا ظهرت نخبة يسارية في داخل الثورة الإريترية. النخبة اليسارية من وجهة نظرها إنه الفكرة الجامعة للشعب الإريتري كله مسلمين ومسيحيين أن يكون الدين مفصولا عن العملية النضالية ولا وجود له، وبعض منهم تطرف فحارب الدين. فهنا أصبحت العلاقة بين الدين والدولة ممثلة في الثورة علاقة تنافر وتعادي وخصومة. فظهر حزب العمل في داخل جبهة تحرير إريتريا، وظهر حزب الشعب الثوري في داخل قوات التحرير الشعبية، وطرحوا النظرية الماركسية اللي موقفها من الدين موقف حاد، موقف رافض جدا يعني، وينظر للدين كعنصر سلبي وليس إيجابي. بدحرزي كالي معبلناتات ترأيو زي معبلناتات الزخاء أو وشتي اتي تقادلو حرنترا ناي ساقاماويان اللي هي كان انقصاص مسيو مالتي ويتحساسبات تفكيرو مالتي ازي اتحساسبات زي هيمانوت انه كلهم إرتراويان حجازن طرنافن أكابن كون سلازي كل كرحق اللو زبل كون كله سجاب أبجلجلش وانون أبجلجلش أنا خات وين أبو أبجتيت بمتعاون مسؤول أبو بمتعاون وين تبصيحو مالتيو نزي كلتيو التحساس بازي والرأي عزيز مرحوز نبرو أبو اشتغل بحرترا محبر يوك خون كله أتي ديساوي ثوراوي سلفيخ أتي أب بلك عليهم تدعفينه أب حزباوي حيلتات زنبرو يوم مالتي زياتهم كل كاتهم يمنيرهم سلازي كابزه وان زي يميرو خا أمونغ أمنتن أمونغ أتي ثوران وي أتي كالسين مالت قجتن مفحفاحن موقعن رأيهم. وهذا التطور الثورة الإريترية حدث في فترة الحرب الباردة بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية الإمبريالية العالمية، والمعسكر الشرقي بنظريته الماركسية. وهذا طبعا تفاعل في العالم الإسلامي، فظهرت حركات إسلامية. أبرز هذه الحركات الإسلامية حركة الإخوان المسلمين في مصر التي أسسها الإمام حسن البنا سنة 1928 ميلادية بعد سقوط الخلافة العثمانية سنة 1924 ميلادية على يد كمال أتاتورك. إذا معبل النازي زترأيه أبوان زحل وجي أمونغو
اتي بناي معراب حيلي بامريكا زمراحن امونغو ناي مسراق حيلي بسوفيت حبرت زمراحن ايو معبيلو زات حساسباتات زي كم وين كما تحساسبا نزي ناي هاجرات عرب وين سله ابوين سله استرائي ابوين منقسقاسات استرائي كالي بانصارو كالي منقسقاسات اللاعيلو نسخا اتي منقسقاس ناي احوات اسلام بشيخ حسن البنا ابشحن تشعتم ايتن اسران شمونتن مالت تمسريتو مالتيو اذا خا دحري اتي مودا ناي نايتي ناي اسلامي كاليفيت مالت ناي خليفه جزءات بحر مودا اب مخا ابشحن تشعتم ايتن اسران اربعتن باتاتورك وين شرشو تي ناي اسلام ناي عثماني خليفه دحرتي ناي قالوت ناي اسلامي خليفه عباسيين يكونوا امويين تكيون زمص خليفه زي زبقعلو غزيه يلو الماناوي خصاب زاوجلو ازي ناي بعل حسن البنا من قسقاسكا اب قبسي كومو خاب قالوت هاجرات عرب وين ترايو 1900 هذا التطور اللي حدث في سنة 1928 والتفاعل اللي حصل في مصر مقابله كان طبعا تأسس الحزب الشيوعي المصري الحركة المصرية اليسارية وطبعا امتداد الحركة اليسارية الماركسية المصرية تأسس الحزب الشيوعي السوداني في داخل السودان. الامريكان في مواجهتهم للمد اليساري الماركسي في مناطق نفوذهم احتاجوا الى حلفاء ووجدوا المتدينين هم الحلفاء، سواء كانوا متدينين مسيحيين زي في امريكا اللاتينيه او متدينين مسلمين زي في منطقه الشرق الاوسط. وجدوا هذه المجموعات هي تتفق معهم في قضيه، يعني تتفق معهم انه مواجهه المد اليساري الماركسي باعتبار الماركسيه في علاقتها بالدين علاقه حاده ومتنافره جدا وتؤمن بالالحاد. فالحركات الاسلاميه بترى في اليسار الماركسي خطر كبير يعني. فوجدت الحركه الاسلاميه في السودان، لانه اذا وجد في مصر لازم يوجد في السودان. الحركه اليساريه الماركسيه في مصر انعكست على الحركه اليساريه الماركسيه في السودان. الحركه الاسلاميه في مصر انعكست على الحركه الاسلاميه في السودان. فوجدت حركه الاخوان المسلمين في السودان اللي بعدين اتطورت واصبحت منها الجبهه الاسلاميه القوميه. بدحرزي اب ناي 1928 ناي منقسقاس اسلاماوي احوات اسلام منقسقاس مسترعي مسوين غنو ديساوي سلفي قبسي ترايو كومون ديساوي سلفي سودان وين ترايو مباركس امريكاويان نتي ناي ديساوي منقسقاس وينتي ناي سوفيت منقسقاس ابتي ناي ربحاهم بوتاتات كغتقوا وي كيخلكلوا انت دا اليوم ناي قدن ززامدو حيل كرخبولو امو اذا حيل خا نايزوم زي ولدو ديساويان سلفتات زي اتومن مسفحفح زريو زلو ابت بوتاتان مخ ان تخمنا امريكاوي تخمنا معرب سجم نخونو زخولو ناتاتهم نعهم ك ناتاتهم صلاتي وي ناتاتهم تصاررتي كنابيو نيرو مباركس اتناتاتهم تصاررتي خا اتي ابوا اتم هايمانوتاويان بتقلالا اتم هايمانوتاويان حيلتات وي هايمانوتاويان وجنات كوينهم رخيبهم اب لاتين امريكا يكون اب ماكلاي مسراق اب ماكلاي مسراق اتي اسلاماوي منقسقاس ايو ارنايت ديساو نايزوم اب هاغروم زلو ديساويان منقسقاس زنبرم مسوم كاسل اسن زنبرم سلازي بقطتا تي ناي معراب حيلي مستي اب سودان زنبره ناي
مستي أب جبسة زنبرة ناي إخوان مسلمين من قصاص كم أخا أب سودان وين مقصلتو زخونة دحراي بهراوي إسلاماوي من قصاص السودان زفلت مسؤول بقطع مستحيلتات زي تأساسيرو مالتي تناي معراب مصر تناي معراب حيلي. ومثلما اليساريين الإريتريين الشيوعيين الإريتريين الماركسيين الإريتريين كانوا انعكاس لليسار الماركسي في العالم العربي وفي السودان، بالطبيعي أن يكون الإسلاميون الإريتريون انعكاس أيضا لهذا التفاعل الحركي اللي في السودان وفي مصر، فتكونت الحركة الإسلامية الإريترية. بدحرزم بار تي صقاماوي من قصاص وي صقاماوي حيل اب إرترا نصبرا نايتي اب سودان اب جبسن زنقساقس وي بكالو هاغرات عربات زنقساقس زنبره ديساوي صقاماوي من قصاص يونيرو سلازي ببهريو بقطع كمص زخيل ون اتي اسلاماوي من قصاص اتي ناي اسلام من قصاص اب إرتراوي مستوم سرناي زي اتوم زخونو من قصاص كخون وي كوينو كفتر بهرياون وهب نجرن. وفي الثمانينات أظن سنة 89 فيما يبدو لي، ما متأكد بالتاريخ، في الثمانينات إنه الجبهة الإسلامية القومية يعني وصلت للسلطة في السودان، ولكن تأسست الحركة الإسلامية الإريترية في تنظيم جامع حركة الجهاد الإسلامي الإريتري سنة 1987 تقريبا يعني. وهنا أخذ العلاقة، علاقة الدين بالدولة أصبحت بين جهتين، جهة ترفض الوصل وتحاربه مماثلة في اليسار الماركسي، وجهة بتتبنى الوصل ممثلة في الاتجاه الإسلامي. هذه ممكن ترد. أقول السودانيون سنة 1987 تكونت الحركة الإسلامية الإريترية من اتجاهاتها المختلفة في حركة الجهاد الإسلامي الإريتري، وبعدها أظن في 89 الحركة الجبهة الإسلامية القومية عملت انقلاب ووصلت إلى السلطة في السودان. في هذه الحالة علاقة الدين بالدولة تمثلت في اتجاهين، اتجاه معادي للدين نهائيا ويرفضه، وهو الاتجاه اليساري الماركسي ممثل في الحزب الشيوعي السوداني، الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، حزب العمل في جبهة تحرير إريتريا. هذا اتجاه رافض للدين نهائيا في المنطقة، ولا ينبغي أن يكون له حضور للدين، فموقفه من الدين موقف سلبي. مقابله الجبهة الإسلامية القومية اللي مسكت السلطة في السودان، والحركة الإسلامية الإريترية اللي أعلنت كفاحها المسلح تحت اسم حركة الجهاد الإسلامي الإريتري. فهنا عندنا وجهتين في علاقة الدين بالدولة، كل واحد منهم نقيض الثاني بنسبة 100%. ኣብ ሰማንያታት እቲ ናይ እስላማዊ ምንቅስቃስ ወይ ናይ ጅሃድ ናይ ኤርትራ በቲ ሓደ ወገን ከዓ እቲ ብመንፅሩ ናቱ ኣንፃር ዝኾነ ከዓኒ እቲ ኣብ ሱዳን ይኹን ኣብ ኤርትራ ብክልተ ሸነኹ ክንሪኦም ከለና ብህዝባዊ ግንባርን በቲ ናይ ማሕበር ዕዮን ዝኸይድ ጨርሹ እምነት ዘይቅበል ኣንፃር ዝኾነ በቲ ካልኣይ ሸነኹ ከዓኒ እቲ ናይ እስላማዊ ምንቅስቃስ ምስ ሃይማኖት ዘለዎ ምትእስሳር ዘለዎ ከዓ ምንቅስቃስ ነይሩ። ኣብ 1989 እቲ ብሄራዊ እስላማዊ ግንባር ሱዳን
መፈንቅለ መንግስት ገይሩ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ እምበኣር እዚ ክልቲኡ ሓይልታት ተተፋናኒ ሓይልታት እዩ ኣብቲ ኣብ ባይታ ነይሩ سنة 1000 طبعا الجبهة الشعبية والجبهة الإسلامية القومية دخلوا في تحالف مصلحي. هذا أيضا يوري إنه اللي قلته أنا علاقة الدين بالدولة من الزاوية المصلحية. فاتجاه يساري ماركسي يتحالف مع اتجاه إسلامي يميني من أجل المصلحة، إلى أن كان تحرر إريتريا سنة إلى أن دخلت الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا سنة 1991. بدحرزي أمونغو جبهة شعبية ناي السودان جبهة إسلامية ناي ربحة متأسسار تغيرو زي ناي ربحة متأسسار زخاء سقاب ناس النت حنت شعتميتن تسعن حدن كأ كسيلو نزخاء أمونغو تي إمنتم أمونغو تي بوليتيكان ناي ربحة متأسسار كل جزية كم زلو زلو سنة 1993 أصبحت إريتريا دولة مستقلة، وأصبحت العلاقة بين الدولة والدين في إريتريا علاقة تنافر. الدين ينفر من النظام والنظام ينفر من الدين. أبشحن شعتميتن تسعان سلستن إرترا الأولاويت هاجر كوينا مس الأولاونتا مس الرجاجسات اتي زمدنا أمونغو امنتن أمونغو اتي دولان فسيمو أبكلته تناس أساقي حيلي ويتناس أساقي أكلات كوينهم اتي اتا دولة نتي هايمانوت تنسقو اتي هايمانوت وين نتي دولة ينسقو أبزع عين السمدنا تأتيو. وفي هذا الإطار حدث جهاز في وزارة الداخلية الإريترية، خصص جهاز ومسؤول يسمونه إدارة الأديان. يعني إذا الدولة هنا تتدخل في الدين لكن لا تسمح للدين أن يتدخل فيها، فهي عملت جهاز إدارة الأديان تراقب اختيار المفتي وتراقب اختيار الأب للكنيسة، والأب الروحي الأبون للكنيسة الأرثوذكسية وسائر الكنائس يكون تحت إدارة الأديان، والمفتي يكون تحت إدارة الأديان. فلأنها نظرتها للدين نظرة تخوف ونظرة نفوذ. بدحرزي أب وشت قدام مسترنا إرترا من محدار النتات زبل بيت صحفة تمسريتو إذا بيت صحفة زي أب إيدو أبتن امنتات كأتو زفكد أتن امنتات جن إيدو أبتي منجستي كأتوات الريشو زي فكديو. سلازي إتي أمونغو زلو من الساجن أمونغو زلو زي مقبالن أبزي الرئة مالتيو. سلازي إزي بيت صحفة زي ناي إرترا مفتي ويناي إرترا بارتريارك ناي ممراس وين سقاب نابزي درجة إزي زخيدي. سلازي إتي منجستي نتي إمنتات كله أب تحتئو كأتو أب تحت من حدارو كأتو فتنة تغيرو. وبهذه المناسبة الدولة أخذت تعتقل الجهوفا اللي هم الكنيسة اللامذهبية، اللي هم الدين هذا اللي يرفض، أظن الجهوفا يعني هو يسمى الكنيسة اللامذهبية، اللي يرفضوا التجنيد وعندهم معتقدات دينية. الدولة حاربتهم. الأب الأرثوذكسي عندما أبدى اعتراضات في سياسة الدولة نحو الدين
وعندما أراد الدين أن يتدخل في مجالات تتعلق بإصلاح المجتمع، الدولة رفضت هذا الشيء واعتبرته تدخل في شؤونها، فأجبرت الأب على الإقامة الجبرية في المنزل حتى مات في منزله، وأصبح رجل الدولة يتدخل في الكنيسة، وهذا أصبح يستفز الكنيسة. من جانب آخر أنه اعتقلت العلماء المسلمين اللي اتهمتهم بأنهم يخلطون الدين بالسياسة وأنهم من الإخوان المسلمين أو من حركة الجهاد الإسلامي، ودخلتهم السجون. وأيضا أثارت صراع في داخل المسلمين بين الختمية والوهابية. فالشباب اللي في أسمرة بدأوا يطرحوا أطروحات دينية قد تختلف مع المراغنة، اعتبروهم وهابية واعتقلوهم ودخلوا منهم السجون، وأعطوا مجال للطريقة المرغنية في الاحتفالات بالمولد النبوي، وأخذت الأناشيد بتاع الطريقة المرغنية هي اللي الملمح الظاهر. وهنا نجد الدولة تستخدم الدين وتحارب الدين أيضا. تحارب الدين عندما الدين يقول لها لا، وتستخدم الدين عندما تجده قابل للاستخدام. እዚ ካብዚ ቀፂሉ እምበኣርዩ እቲ በዚ ምክንያት እዚ እቲ ኣብ መንጎ ሃይማኖትን ኣብ መንጎ እቲ ደውላን ዝነበረ ቃልሲ ወይ ንሃይማኖት ዘይምቕባል እቲ ኣብ ልዕሊ ጀሆቫ ዝተወስደ ናይ ምእሳር እሱ ከዓ ንሕና እምነትና ኣብቲ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ይኹን ወይ ኣብ ናይ ውግእ ጉዳያት ይኹን ኣይፈቅደልናን እዩ ምስ በለ እዚ ንገዛእ ርእሱ ከም ኣንፃርነት ናታቶም ተራእዩ እቲ ናይ ምእሳር ተወሲዱ። ከምኡ እውን እቲ ፓትርያርክ ናይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ኣብቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ወይ ዝወስድዎ ዝነበሩ ገለገለ ነገራት ተቃውምኡ ስለ ዘርኣየ፣ ከምኡ እውን ኣብ ነቲ ሕብረተሰብ ኣብ ቁኑዕ መንገዲ ኣብ ምምራሑን ብዝወስድዎ ኣገባባትን ኣብ ኢዶም ከእትዉ እውን ተቃውምኡ ስለ ዘርአዩ እውን እቲ ኣብ ልዕሊ እቲ እምነት ኣብቲ ልዕሊ እቲ ፓትርያርክ ዝተወስደ ስጉምቲ እውን ርኢና ማለት እዩ። ካብዚ ቀፂሉ ንገዛእ ርእሱ ገለ ዑላማ ናይ እስላም እውን ንስኻትኩም ምስቲ እስላማዊ ምንቅስቃስ ወይ ምስቲ ናይ ኣሕዋት እስላም እኽዋን ሙስሊሚን ዝምድና ዘለኩም ዝብል ናብ ቤት ማእሰርትን ናብ ካልእ ነገራትን ተወሲዶም ማለት እዩ። ካብዚ ቀፂሉ ድማ ኣብ ኤርትራ ኣብ መንጎ ካትሚያን ኣብ መንጎ ወሃቢያን ከዓ ማለት እቲ ዝነበረ ምፍልልያት ፃሕቲርካ ሽግር ናይ ምፍጣር ተራእዩ። እዚ ከዓኒ ነቶም ወሃቢያ ንምእሳር ዝቀለለ ኮይኑ በቶም ካትሚያ ጌርካ ኣብዚ ነቶም ካትሚያ ከዓ ድሓን ዝኾነ ዕድል ብዛዕባ እቲ ናይ እስልምና እምነት ወይ ውትናታቶም እምነት ብዘንፀባርቁሉ ናይ ነቢይ መሐመድ ልደተ በዓል ምኽባር ድዩ ካልእ ናይ ሓውልያ ዝመስል ነገራት ድዩ ነዚ ንክገብሩ ከዓ ይፍቀደሎም። ሕጂ እዚ እንታይ ዘርእየካ እታ ደውላ እቲ ሃይማኖት እንተደኣ ምስኣ ዝሰማማዕ ሕራ ኢሉ ዝኸደላ ኮይኑ ወይ እውን እቲ ንሳት ደልዮ ዝገብር እንተደኣ ኮይኑ ከተቅርቦ ትርኢ እቲ ንሳ ማለት እምነቱ ብዝኣዘዞ ሓላፍነት እምነቱ ብዝኣዘዞ ከዓ ንገለገለ ነገራት እዚ ነገራት እዚ ተቃውሞ ኣለና ትክክል ኣይኮነን ዝበለ ከዓኒ ትዋግኦን ተኣስሮን። ስለዚ እቲ ሃይማኖት ኩሉ ግዜ መሳርሒ ነይሩ። ክጠቅመካ እንተደኣ ኮይኑ ትዋግኣሉ፣ ዘይጠቅመካ ዝዋግኣካ እንተኮይኑ ከዓ ትዋግኦ። ስለዚ እቲ ዝምድና ነዚ እዩ ዝመስል። نعم، وعشان أكون عادل
هذه العلاقة علاقة التنافر أيضا شملت الكاثوليك، أخذوا مدارسهم، والكنيسة الكاثوليكية أصدرت بيان أكثر من بيان بأنها ممتلكاتها صودرت. أيضا البروتستانت عانوا من التدخل الدولة في مؤسساتهم، واليوم في إريتريا ما في مؤسسات تعليمية إسلامية أو مسيحية غير خاضعة للدولة إلا إذا كانت دينية صرف. أما أن تخلط الدين مع المنهج العلمي الأكاديمي فهذا ممنوع، وأن الدولة صادرت المدارس الإسلامية وصادرت المدارس الكاثوليكية وصادرت المدارس البروتستانتية، وفرضت وجهة نظرها لأن عايزة تنشئ جيل لا علاقة له بالدين، وهذا بيسبب مشكلة بين الدين والدولة. ማለት ኩሉ ብልክዕ ክንሪኦ እንተደኣ ኮይና እቶም ካቶሊካውያን ይኹኑ ወይ እውን እቶም ወንጌላውያን እንትኾኑ ካብዚ ጉዳይ እዚ ካብቲ ናይቲ መንግስቲ ፀገም ዝፈጥሮ ኣብ ልዕሊኦም ኣይደሓኑን። እቶም ካቶሊካውያን ንብረቶም ይኹን ኣብያተ ትምህርትታቶም ይኹን ኩሉ ተወሲዱ። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ትካል እስላማዊ እምነታዊ ትካል ይኹን ክርስቲያናዊ እምነታዊ ትካል ይኹን እዚ ብግቡእ ከምቲ ናቱ እምነት ዝእዝዞ ገይሩ ኣስተምህሮ ዝህብን አካደሚካዊ አስተምህሮ ይኹን ካል አስተምህሮ ዝህብን ጨርሹ እቲ መንግስቲ ዘይደልዮ ነገር እንተደኣ ኮይኑ ወይ እቲ መንግስቲ ደስ ዘይብሎ ነገር እንተደኣ ኮይኑ ክግበር ፍጹም ኣይፍቀደሉኒ። በዚ ምክንያታት እዚ ከዓ እዞም ትካላት እዚኣቶም ሎሚ ኣብ ኤርትራ ናይ ዝኾነ ይኹን እምነት ትካል በቲ ግቡእ ዝሰርሕ ትካል ነቲ መንግስቲ ኣይደልዮን እየ ዝብል እቲ መንግስቲ ኣይደልዮን እየ ዝብል ትካል دو زبالة تكال تشرشوا يلا. إذن هذه العلاقة المتأزمة بين الدين والدولة في إريتريا، يعني إذا أردنا أن نشخص العلاقة بين الدين والدولة في إريتريا ما نستطيع نقول أكثر من أنها علاقة متأزمة، علاقة متنافرة، ليست متعاونة ولا متكاملة، ولكنها متنافرة. الدين حذر في تعامله مع الدولة، والدولة حذرة في تعاملها مع الدين. الدولة تنظر إلى الدين بأنه خصم ويجب أن تحاصره، والدين ينظر إلى الدولة بأنها خصم ويجب أن يواجهها. ما هو الحل؟ ما الذي تطرحه أنت للخروج من هذا المأزق؟ هذا ما سأقوله وأنهي به المحاضرة. እምበኣርከስ እቲ ሎሚ እቲ ሽግር ኣብ ኤርትራ ዘሎ እቲ ዝምድና ኣብ መንጎ ደውላን ኣብ መንጎ እምነትን ዘሎ ተፃራሪ ዝምድና እዩ። እቲ መንግስቲ ወይ እታ ደውላ ነቲ እምነት ክትቋፃፀሮ ኣብ ትሕቲኣ ከተእትዎ ትደሊ፣ እቲ እምነት ከዓ ካብዚ ክወፅእ ይደሊ። ስለዚ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ዝምድና ተማላላኢ ዝምድና ዘይኮነ ተገራጫውን ተዋጋእን ናይ ውግእ ዝምድና ኣብ መንጎ ክልቲኣቶም ዘሎ እምበኣርከስ ካብዚ ዝምድና እዚ ካብዚ ዝምድና እዚ ክንወፅእ እቲ መፍትሒ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ንዝብል ጉዳይ ኣብኡ ኣተኲረ መደምደምታ ናይዚ ናይ ሎሚ سمينارنا كخوني. في هذه الحالة يجب أن نتصور الدولة أو نعرف الدولة. الدولة هي جهاز إداري وليس جهاز عقائدي.
لا تتبنى عقيدة معينة، هي جهاز إداري يخدم كل العقائد. وفي هذه الحالة هنالك نقاط يكون الدين فيها موصول بالدولة والدولة موصولة بالدين، كلاهما مع بعض، لأن الدولة في هذه الحالة ليست جهاز إداري، ليست جهاز عقائدي، وإنما جهاز إداري يخدم كل الأديان. فهنالك نقاط مشتركة بين الأديان وبين الدولة تلتقي فيه الدولة والأديان مع بعض. امباركس ام مجلسينا دولة كنأتون تداخلنا دولة ممحداراوي أكال وي ممحداراوي تكاليو امنتاوي تكال أيكونن. سلزي ناي كل امنت أجلجالي وينايكم نايكل مس كل امنت زلوا زمدنا كا رغكب زلوا كا كخون اللو. سلازي اتي منغستي وي اتي دولة ناي امنت دولة سقاب زيكوني سقاب ناي ممحدار دولة كا سقاب ناي ممحدار تكال كا زخوني مس امنت متأسسار مزماد تمالالائي زمدنا كهلو اللو. وعليه أنا سأذكر نقاط 5 نقاط. إنه الدين، الأديان كلها، المسيحية والإسلام واليهودية وأي دين وثني والدولة يتفقون فيها وممكن يخدموها مع بعض. سلازي أنا حمشت نطبتات كتقسيه إذن حمشت نطبتات زياتنتا كلهم هايمانوتات كريستنا يكون اسلامنا يكون يهود هايمانوت يكون كلاتهم زسامام علن نطبتات كا إين. إذن حمشت نطبتات زيادة. النقطة الأولى ضمان الحرية الدينية. المواطن الإريتري يجب أن يحصل على حريته الدينية بحيث يؤدي المواطن نشاطه الديني في حماية من القانون تعبداً وتثاقفاً وتعلماً وتعليماً ودعوة. يؤمن كما يشاء ويرتد ويكفر كما يشاء، متنقلاً من دين إلى آخر، أو يكون كافر بكل الأديان على قاعدة لا إكراه في الدين، بشرط أن لا يهدد الأمن العام ويكسر حرمة القانون. هذه النقطة الأولى. أوكي. نقطة نمشي طبعا. أيوة. بارك تقدميتي وحسنت امنتي بحقي زتحلوه وحسنت كلولو كمهار بهايمانوتو كمهر بهايمانوتو كمهارو نهايمانوتو كمهدلو كمون زدليو امنت كأمن وي زي كأمن إذا كل ناس امنت إزي كهلوه اللو كمتي مالت هايمانوت بحيلي أيكونن زبل زخونة امنت كقبل وي زخونة امنت زي كقبل ناس أنت كهلو اللو إذا ناس امنت زخاء بحقي زتحلو كخوناي. النقطة الثانية حماية أمن نفسه. الأديان كلها، اليهودية والمسيحية والإسلام، تؤكد على أن الإنسان يجب أن يعيش آمناً في نفسه، لا يعتدي أحد عليه في حياته ولا يخفيه عن الوجود ولا يعتقل بظلم أو يغتال أو يعتدى عليه بتعذيب. الأديان كلها تؤمن بهذه القضية، والدولة أيضا تؤمن، لأن القانون يؤكد على هذه القضية. تاخال ايتي ولقاوي ستا يونس يخا زخونه يخون سب
بسلام كنبر اب سلامو خا زخونه يخون نسلامو زي تحس بزي زخونه مخنيات اب لعليو زخونه زي سباوي سقمتي زي وسدو كوتا سقابنا يكالوت سلامن سقابنا يكالوت سطان سقابنا يكالوت مرغقائن زحلو ناتو وين تحليو كنبر إذا خا امنت زبلو يو دولاون التبلو نقري. النقطة الثالثة ضمان حماية عقله. المواطن عقله يجب أن يكون محمي. كيف يكون العقل محمي؟ ما ينمي عقله من الأفكار يجب أن تكون متوفرة في البلد، لا يكون هنالك حصار فكري، لأن العقل يجب أن ينمو وتكون له حرية التفكير، ويكون أيضا العقل آمن من المخدرات والحشيش والمسكرات. وفي هذه الحالة الدولة يجب أن تحترم خصوصية أهل كل دين في التصريح لمحلات الخمور، لأن العقل حمايته من الحشيش والمخدرات والأفيون ومذهبات التفكير الجيد، الإسكار، المسكرات. والدولة في هذه الحالة يجب أن تحترم قيم كل دين في هذه المسألة. اتيكال تسالساي وحسنت أمرؤيو مخنياتو أمرؤو كلهم نأمرؤو نخعبي زحجزو النجارات ازياتهم التهاجر كلهم كتكملون وحسنت كلهم اتهم ناي أمرؤو كم باين كم حسابن انكفات كونوا زخلو مستديوم حشيش ديوم كالوت زامسلو نجارات ازياتهم نجزا ارسو كبرتات ناي نفس وكف امنتات بزحلو الجباب كرأيو اللوم وياب كحلو اللوم. النقطة الرابعة ضمان حماية العرض. عرض المواطن يجب أن يكون محمي. المواطن يجب أن لا يخاف في بنته ولا يجب أن يخاف في زوجته، كل ما يتعلق بعرضه يعني. وهذه الأعراض يجب أن يحميها القانون ولا يأخذها وينتهكها بأي حجة من الحجج. والدين يعطي لهذه الأعراض قيمة، دين المسيحيين، دين المسلمين، دين الوثنيين، ومن ثم الدين بيحارب الدعارة والمعاشرة الجنسية خارج عقد الزوجية. فالدولة يجب أن تحترم هذه القيم، ويجب أن تحمي المواطن وعرضه حتى يشعر المواطن بأنه آمن. وعليه أنه لا ينبغي أن تكون الدعارة مقننة في البلد وفي الأحياء أو في أماكن خاصة. والغريب أنه التثقيف السياسي للجبهة الشعبية كان بيقول إحنا حنحارب الدعارة، لكن لما جو اليوم الدعارة والبارات والانحلال ما عاد المواطن يأمن على عرضه. باختصار الدين والدولة يمكن أن يتعاونوا في هذا الجانب فيحمل الأسرة ككيان أو أساس للمجتمع. تيرا بعيد ما وحسنت بيتسبي زي وحسنتنا بيتسب سب أب دقو يكون أب سويتو يكون أب كفر يبلون إذا خا حجينا زي أتوم ككلا خلال لهم قالوا هايمانوت وين نزم نزينا جرات زي أتوم زفك أيقونن كم أون تحجي تدولاون زفك أيقونن سلزي
اتي اذا ነገራት እዚ ክخبر አሎ ብፍላይ ነዚኣቶም ጠንቂ ዝኾኑ ነገራት ካ እቲ እታ ደውላ ክትከላኸሎ ክትፍትን አሎ ብፍላይ ከም ማለት ናይ ምንዝርና ምፍቃድ ድዩ ከምኡ እውን ኩሎም ነቲ ንዋት ናይቲ ሕብረተሰብ ዝኾነት እታ ስድራ ቤት ናታ ውሕስነትን ናታ ህልውናን ናታ ማለት ናታ ውሕስ ህልውና ጽቡቕ ህልውና ዘረጋግጽ ክኸውን ኣለዎ ንገዛ እርሱ ኣብቲ ኣቀድም ኣቢልና ክንሪኦም ከለና ኣብ እዋን ህዝባዊ ግንባር እዚ ጉዳይ እዚ ብፍላይ ናይ ብጉዳይ ናይ ምንዝርና ይኹን ፍቁድ ክኸውን ከም ዘይኮነ ብዙሕ ዝዝረበሉ ዝነበረ ነገር እዩ ነይሩ ግን እቲ ሓቂ ግን ሎሚ ከምኡ ኣይኮነን ስለዚ እዚ ነገራት እዚ እውን ንውሕስነት ቤተሰብ ኢልካ ብሕጊ ክርአ ኣለዎ النقطة الخامسة وهي النقطة الأخيرة من النقاط اللي وعدت أن أذكرها حماية مال المواطن يعني ضمان حفظ ماله المال جزء أساسي في حياة الإنسان والأديان كلها بمختلف معتقداتها جاءت بحفظ الأموال واستثمارها بطرق مشروعة وقانونية وعدم الاعتداء عليها ولازم أن يكون هنالك تشريع مالي يحمي مال المواطن ولا يصادر منه ممتلكاته سواء كانت أرض سواء كانت سيولة مالية بحيث يفقد ماله ولا يستطيع التصرف فيه بمعنى أن يكون الاقتصاد اقتصاد حر الجميع يتاجر والجميع يعمل وهذه الحرية الاقتصادية ستوجد البنك الربوي مقابل البنك اللا ربوي تحت رعاية البنك المركزي الإريتري زي ما هو حاليا في أديس أبابا هنالك بنك لا ربوي وهنالك بنك ربوي وهذه الأموال كلها ستعود بالنفع على المواطن الإريتري وحتنمي الاقتصاد الإريتري فإذا كان الاقتصاد الربوي يقوم من خلال البنك الربوي فالاقتصاد اللا ربوي يقوم من خلال البنك اللا ربوي واليوم زي ما تعرفون في أوروبا بدأوا يأخذون بالاقتصاد اللا ربوي እቲ ናይ መወዳእታ ነጥቢ ድማ ውሕስነት ንብረት እዩ ኩላህና ከም ንፈልጦ ዝኾነ ይኹን እምነት ብዛዕባ ውሕስነት ንብረት ይዛረብ እዩ ከም ቀንዲ ነጥቢ እውን ይርአ እዩ ስለዚ እቲ መንግስቲ ክገብሮ ዘለዎ ውሕስነት ንብረት ከረጋግፅ ኣለዎ ሰብ ንብረቱ ከም ድሌቱ ከዋፍሮ ብሕጊ ንብረቱ ምክልኻል ንክግበረሉ ኣብቲ ሃገር እውን ነፃ ዕዳጋ ክህሉ እሞ ከዓ ብሕጊ ብዝፈቅዶ ከዓ ንብረት ናይ ዝኾነ ይኹን ዜጋ ውሕስ ኮይኑ ብሕጊ መሰረት ከውፍሮን ክጥቀመሉን ውሕስነት ክወሃቦ ኣለዎ ኣብ ዕዳጋ ንገዛ ርሱ ናይ ሓረጣ ባንክን ሓረቃ ዘይወስድ ባንክን እውን ይህሉ እሞ እቲ ሰብ ከዓ ከምቲ ዝደለዮ ገንዘቡ የውፍር ስለዚ እዚ ክልቲኡ ጎኒ ንጎኒ ምህላው ዛ ዓይነት ባንክታትን እዚ ዓይነት ቁጠባ እታ ሓንቲ ሃገር ጠቃሚ እዩ ንቁጠባ ኤርትራውን ጠቃሚ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ንገዛ ርሱ ዋላ ኣብ ኤውሮጳዊ እንተኾነ ናይ ሓረጣ ባንክታት ኣለዉ ሓረጣ ዘይፈቅዱ ባንክታት እውን ኣለዉ ስለዚ በዚ መንፈስ እዝን በዚ መልክዕ እዝን እውን ኣብ ኤርትራናውን ከምዚ ዓይነት ዝኣመሰለ ባንክታት ንውሕስነት ንብረት ናይቲ ሰብ ጠቐምቲ ስለዝኾኑ ብከምዚ ኣገባብ እውን እቲ መንግስቲ ነዚ ተቐቢሉ ነዚ ብሕጊ ኣብቲ ሃገር ከም ኣብ ግብሪ ከም ዝውዕል ክገብር ኣለዎ
النقطة اللي هي خلاص الأخير، يعني آخر شيء هو لازم نتكلم فيها، لأنه الدين والدولة ووحدة المجتمع. يعني الدين والدولة ووحدة المجتمع، ما الذي يمكن أن يقوم به الدين ويساند الدولة في سبيل وحدة المجتمع؟ إنه الدين يجب أن يحارب الطائفية الدينية، لأن الطائفية الدينية هي حالة تمزيقية لا تقوم على حقائق الدين وتعاليم الدين، وإنما تقوم على طموحات لبعض الأشخاص لهم مصالح يريدوا أن يحققوها من خلال إثارة النزعات الطائفية. فالدين الحقيقي أقول ينبغي أن يعمل مع الدولة في محاربة الطائفية. فالقيادة الإسلامية إذا ظهرت أصوات طائفية تنادي بالكراهية للفرد المسيحي أو اليهودي أو الوثني أو ازدراءه، يجب القيادة الإسلامية أن تقف في وجه هذا الطريق متضامنة مع الدولة، وكذلك الكنيسة يجب أن تقف مقابل من يثيرون النزعات الطائفية متضامنة مع الدولة. هنا التواصل يكون تواصل تعاوني بين الدين والدولة والمجتمع. እታ ናይ መወዳእታ ሃይማኖትን ደውላን ሓድነት ናይ ሕብረተሰብ የረጋግፁ እዮም። ስለዚ እታ ደውላን ሃይማኖትን ኩሉ እቲ ሃይማኖታት ንገዛእ ርእሱ እቲ ናይ ሴክቴርያን ኣተሓሳስባ ኣብ ዝረአየሉ እዚ ንገዛእ ርእሱ ጥሩፍነት ስለ ዘለዎ ድሌት ናይቶም ነዚ ነገራት እዚ ከካይዱ ዝደልዩ ዘለዉ ኣካላት እውን ስለ ዘንፀባርቕ ናይ ብሓቂ ናይቲ ቁኑዕ እምነት ስለ ዘይኮነ ሃይማኖትን ደውላን ተሓባቢሮም ነዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ እዚ ክዋግእዎ ኣለዎም። ስለዚ ዝኾነ ይኹን እስላማዊ ሴክቴርያናዊ ጥሩፍነት እቶም እስላም ምስቲ መንግስቲ ኮይኖም ክከላኸልዎን ክዋግእዎን ኣሎ። ከምኡ እውን እቲ ክርስትያናዊ ጥሩፍ ኣተሓሳስባ ሴክቴርያን ኣተሓሳስባ እውን እቲ ቤተ ክህነትን እታ ደውላን ኮይኖም ክዋግእዎ ኣለዎም። ስለዚ ሃይማኖትን ደውላን ሕብረተሰብን እዚኣቶም ኩሎም ተሓባቢሮም ሓድነት ፈጢሮም ነዚ ዓይነት ኣተሓሳስባታት እዚ ክከላኸልዎን ብኣግኡ ክገትእዎን ኣለዎም። يأتي سؤال الآن: إذا كانت الدولة محايدة لا تتبنى دينا بعينه وهي جهاز إداري وليست جهاز عقائدي، هل معنى ذلك أن الدين إذا كان مفصولا عن الدولة يكون مفصولا عن السياسة؟ ስለዚ እታ ደውላ ሻራ ዘይብላ እንተ ደኣ ኮይና ስለዚ ኣብዚ ናይ ዝኾነ ይኹን እምነትን ናይ ዝኾነ ይኹን ወገንን ምስኡ ዝወገነት እንተ ደኣ ዘይኮይና፣ ስለዚ እቲ ዝምድና ከምዚ እንተ ደኣ ሻራ እንተ ደኣ ዘይብላ ኮይና ምስ ኩሎም እንተ ደኣ ኣላ ኮይና እቲ እምነት ካብ ሃይማኖት ወይ ፖለቲካ ካብ ሃይማኖት ምስ ሃይማኖት ዝምድና የብሉን ወይ ዝተፈለየ ክበሃል ዶ ይከኣል? إذا كان المواطن له مصلحة في الدولة والدولة تجسد مصلحة المواطن، فالدين جزء من مصلحة المواطن، وأن المواطن تكوين الأخلاقي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي يتكون من خلال دينه ومن خلال عقيدته، فمن الطبيعي أن يشكل تصور سياسي ينسجم مع الدين ولا يتناقض مع الدين. وعليه أن الدين يكون موصولا بالسياسة
حتى وإن كان مفصولا عن الدولة. سلازي اتزيغا أبتا دولة زلو أكل نايتا دولة خوينو تا دولة كم تدليو كوينو زخيدن نساوي نسوز دليو تقبرن تدع خوينا ሃይማኖት ከዓ ኣካል ናይቲ ውልቀ ዜጋ ኣብ ቁጠባዊን ማሕበራዊን ባህላዊን ሸነኹብኡ ማለት በቲ እምነት ዝተሃንፀ እንተደኣ ኮይኑ ስለዚ እቲ ማለት ፖለቲካዊ ኣራእያ ኣብዚ ናይ ጉዳይ ኣብ ጉዳይ እዚ ኣብ ሃይማኖቱ ዝተመርኮሰ ኣብዚ ቁጠባዊን ማሕበራዊን ባህላዊን ኣራእዩ ዘለዎ ፖለቲካዊ الرأي كمسرت يخئل. وعليه أن ما يسمى برجل الدين القسيس الشيخ المتدين الغير متدين الجميع من حقهم أن يناقشوا كل ما تطرحه الدولة من منطلقاتهم العقدية ويحددوا منه موقف الرفض والقبول بغض النظر هل حيكون مقبول أم غير مقبول، ولكن من حق كل مواطن بغض النظر عن منطلقاته في تحديد موقف من قضية سياسية معينة سواء كان مسلما مسيحيا يهوديا وثنيا من حقه أن يعبر بما تمليه عليه عقيدته. سلازي كشيخون شيخ ويون كان يكاله هايمانوت سعبتي يخونو እዞም ናይ ሃይማኖት ሰባት እዚኣቶም ኩሉ ግዜ እቲ ደውላ ዝውስኖ ብምስምማዕ ይሰማምዕሉ ወይ ዘይሰማምዕሉ ይኹኑ ስለዚ ኣብኡ ርእይቶ ክህልዎውን ኣብኡ ክነቕፉን መሰል ኣለዎም وأنت ممكن تسألني تقول لي هل معنى ذلك كل جماعة دينية يكون لها حزب خاص بها، حزب للمسلمين وحزب للمسيحيين وحزب لليهود؟ كيف حيكون هذا التدخل؟ كيف سيكون هذا التعبير؟ أقول لك ليس بالضرورة أن يكون لكل مجموعة دينية حزب خاص بها، وإنما المتدينون من كل المجموعات الدينية الإريترية يمكن أن يكونوا حزب سياسي في إطار القانون ويكون لهم مواقف تنسجم مع معتقداتهم، لأن هنالك مشتركات بين الأديان تتفق عليها وهنالك مختلفات. المختلفات هي جوانب تعبدية، أما المشتركات وهي اللي أنا ذكرتها حفظ الدين، حفظ الأموال، حفظ الأعراض، حفظ النفس، حفظ الدين، هذه مشتركات مع كل الأديان، فكل دين يتفق فيها مع الآخر، فممكن أن يتكون حزب من هؤلاء المتدينين جميعا من كل الأعراق ومن كل المعتقدات. المهم هو أن يكون الحزب مبني على احترام عقائد المجتمع ومبادئه، وفي هذه الحالة يكون العلاقة بين الدين والدولة علاقة تواصلية تعاونية لا تنافرية. ካብዚ ቀፂልና ንሪኦ እምበኣር ከመይ ክኸውን ነፍሲ ወከፍ ሃይማኖት ነፍሲ ወከፍ እምነት ናቱ ሰልፊ ሓሳባቱ ዝገልፀሉ ናይ ሰዓብቱ ሓሳባት ዝገልፀሉ ረብሓታት ናይ ሰዓብቱ ዝገልፀሉ ናይ እምነቱ ዝገልፀሉ ክህልዎ ማለት ድዩ ዝብል ሕቶ ክለዓል ናይ ግድን ይኸውን። ከምኡ ማለት ኣይኮነን። ሰልፊ ኩላቶም ክህልዎ ነናቶም ሰልፊ ክህልዎም ማለት ኣይኮነን። ኩላቶም እዞም እምነታት እዚኣቶም ዝራኸብሉ ነጥብታት ኣለዎም። ንሱ ከዓ ንብረት ምሕላው፣ ሰላም ምርግጋእን ናይቲ ሕብረተሰብ ምሕላው ማለት ናይቲ ሕብረተሰብ ጠባይ ምስቲ እምነታትን ምስቲ ሃይማኖትን ዝእዝዞ ምኻድ ነዚ ኩሉ ናይ ሓባር ስለ ዝኾነ እዚ ኣብዛ ኣተሓሳስባ እዚ ኣይፈላለዩም ኩሎም እቶም እምነታት። ዝፈላለዩ ነገራት እንተደኣ ኣለዎም ጉዳይ ንእምነቶም ብዘገልግልን
ጉዳይ ነቲ ናይ ከመይ ገይሮም ይጽልዉ ወይ ይሰግዱ ወይ ነቲ እምነት ዝምልከት ናይ እምነት ጉዳይ እንተዘይኮነ ናይቲ እምነት ዝእዝዞ ነገራት ጽቡቕ ነገራት ኣብኡ ኣይፈላለዩን እዮም እዚ እውን ስለዚ እዚ እንታይ ክገብሮም ይኽእል ሓደ ሰልፊ ናይ ኩላቶም ክገብሩ ይኽእሉ እዮም እዚ ሰልፊ እዚ ከዓ መቲ ዘለዎም ዝህልዎ ዝምድና ምስቲ ደውላ ከዓ ናይ ምምላእ ናይ ጽቡቕ ምርኻብ ዝምድና እምበር ናይ ምንጽጻት ዝምድና ኣይከውንን እንታይ ደኣ ተማላላእን ሓቢርካ ናይ ምኻድን ሓቢርካ ንጽቡቕ ናይ ሓደ ዜጋ ምስራሕን ስለ ዝኸውን ሓደ ሃናጺ ዝምድና ኣብ መንጎ ክልቲኣቶም ኩሉ يخيل. في الختام شكرا لكم على حسن استماعكم وأنا مسرور جدا أن أنا التقيت بكم وقدرت أوصل رسالتي أتمنى أن أنا وصلت رسالتي وأشكركم أنكم أديتموني جزء كبير من وقتكم عشان تسمعوا كلامي وفيما طرحته حنتفق وحنختلف ولكن سنعمل مع بعض في الأشياء التي نتفق عليها وسنتحاور في الأشياء التي سنختلف عليها وشكرا لكم جميعا موداتا بتاعم مسغنكم نزي عدل زي ذهبكمني ابغليو كنسامع نخيل يخون ابتزبلكو بقدامي درجه اتكبلو زدلخو ويم الاختي بزغبا ابصيحه كخون تسفا يغبر ابغله نطبتات كنسامع نخيل نخون ابغله نطبتات زي كنسامع نخيل نخون ابتي نسامع علو نطبتات حبيرنا كنسرح ابتي زي نستفاده معلو نزفاده فلالينا علو نطبتات كا بقصالي كنزتيلو تسفا غبر بزترفه نزع عدل ذهبكمني يغني لي شكرا هابلنا دكتور جلال أنا قال خابتنا نطبتات نمزخخات زأكل كتاك أسيها جنكا إذا مودة أتازبالكايا خير الساعة أب كله زي كنا السماء مع نخيلنا جنكا باتن السماء معلو نسرح زين السماء معلو الناس أبا خيل كابزيات الطعم كابزيات صبغ بهلا أي كيلن أي فلتني يا خاني مجمرة of course أنا هذا ساعات إلى جنكا مترجمة بقمة مسأتنا بقمة إننا بتعمي صبغ ودي كلها كبرتي هابكا أنت بزعبة زعوت خير قبل الكون ذكى على الناجر هنا أم جمار ثم أم جمار زين بركم أمنتن وهيمانتن منجستن انتايو زمدنهم انتاي خي زرخبهم أبزبلا رأستي كجمرن كله متأثرهم سب كوينو ود سب بزي امنات زنبري لني لنا ندلاك اخت امن تخيل ግን بزي امنات زنبري لنا እንደገና ስልጣን ምስትን ስኻ ተሓስቦ ወይ ስኻ ተኣምኖ ኣተኣሳሲርካ ካትርእዮ ስለዚ ክትሓስብ እንከለኻ ወይ እቲ እምነትካ ምስቲ ስልጣን ይተኣሳሰር እምበኣር እምነትካ ወይ ሃይማኖትን መንግስትን ወይ ደውላ أبدا أجمع لنا في قليل terminologies جن دولة منجستن state and هيمانوت كان كأ كسامة معون تخيلهم سلامي نجس أبز فلا ليلو مسحتار متحنفات متحمماي يقاتم أمون جزء برسات يقاتم موت يقاتم ما أسرت يقاتم أدي تقطره
بعد رأي حدا نجار يكون انكسب 4 بيلي تقيسلنا مقاسيهم تسامعين بحد زخدلو مقاسيهم فرقي ربحاتهم زحلولو ويون نغوشيت غيرهم مخسباتهم زريئلو ويون أبقى أوانات حدا كلتن على هايمانات كلتن تليهم كوينهم مستحادة تسقعوا نتحادة مسارح خمس قبره حرفا فابزخون اللي زي خمس زبالكو سقم زفترة مسؤول تحيزو بحبار كسرحون كله نتحبرة سب كساب كندي تقامي كم زخون سلمتاي هايمانوت ربحاناي هزبي يسعر كعقوب يسعر منقصتها أن ربحاناي هزبي لي زقوم سلازم خلتيهم تسامع معهم نتي ودسب نحلوا ودسب كالرقاقصوا يكالي بزحتهم نقوسات وينقستات نهيمانوت حنسا نبتقمهم نابنت كمزي أنا لومي استمهاركو زي فلتكو أبقى زي إليانا بإرتران كلوسي نمسفحفح متان كحق زوالا تقصاب إثيوبيا زلو أسلام متان كحز مس حدا وقناي مسلمنا تسامعوا مسارح خقبره كم تسامعي for my first time history قال يصير زين فترة لما سمع مالتي عندنا قصلن كله خاء أب إرترا من هذا بزي هجين نزار بزلنا عينة كتير أنك لها extension ويكا مزرقح كاب السودان نإرترا كاب إثيوبيا نإرترا استزارع امنتاتن استزارع حبرة سبن مخانو كا تقيسلنا كمزي ما يقعو كاب إثيوبيا يفلس مالتيو كاب سودان ون كومو بعين امنتات من هذا خطر ينكلها اتزوجنا في وقعات مس هايمانوت تتحازه سلطان هايمانوت تأساسي رقعه سلطانهم كعقوبات نه هايمانوت بدك تتحيز رقعه كساب زي إثيوبيا ناب إيرتران ويون بالسودان تحيزو زنبرة تقيسلنا إذناي المرقنية قداي ولا قال بزحات زي نستبلو لخا براتاو قالس خجمرن كلو ويتي لابنت الرابطة خجمرن كلو أبكرني وقبا ينيرو Godfather ويك أبو ناي تي الرابطة تقول إيه سوداناوي ويك أتي إمنا شيخ محمد بكر المرغني هو السيد بكري المرغني السيد بكري ابن السيد جعفر المرغني وهذول كانوا إريتريين هم ليسوا سودانيين ولكن إريتريا والسودان واحد يعني حجي حقي سكاني أنا تمرقني تبلن بحس درابتن أب سودان رايجي إزواج داني رايجين كا لا إريتريا لا هو مهارة له أتي إمنت راي كاب سودان تحيزو خساب إرترا خمس أمينة جيتي مرقني زبلجن كمزي فاميلي حدا فاميلي أب سودان غير خمسة حزب الأمة تتكمل تاشم anyway إذا وين أستمر نيرو قاليو كنحلف ولا أنت سمعنا صبينا زين عمره كيدو هيستوريكالي أبجزية برتغال أبجزية مصري زي أخواننا المسلمين أس جميرو كساب كندي extended كم زجبرة ولا كساب السودان كساب إيرتراون تلوه زغول تقيسلنا عندنا إنجليز أب السودان لك كم تتقليان زجبرة أب خاتمية مسبع على المرغني أنت عين زمدنا خمس زجبرة نقوم حيزخ أنا توم كالوت أنت كم زجبرة زي أبزخونه يكون أوان سلطان أبزهلو الأوان نهايمان كالسي انتخونه تحبابيرهم يسرحوا أبزي تحبابيرهم أبزي يسرحوا لخا متحقق
ربحي ربحها خاز تأساسر اللي قالوا عليها هلو أب فتصيمو خمزي أب برتاو قالسنا هذا ترى تريو فتصيمو ماركسيزم لينينزم دو ما يزميلو نفتصيمنا هيمانوت عدل أبزخل قالوا وانكا انتاي كم زوجانف ويون تحبرتها سب كساب كندي ناي هيمانوت حاليوتن كم زي أجمن كا تبعيسو مالتي سقيلو زمت أنا جرات أيقونن تزوجانا في كتب التخيل أب إثيوبيا وأب هيستوريكال نحن مجزأتي قال ملاك نكلنا خا هاي نجوس هاي السلاسة ني بيت كريستيان كساب كندي كم استطعم لا سترا إذا يكونه نبعلم جان هوي حلاوي ناي إمنت حلاوي ناي كريستيان ناجيرم سلازريوا بحنس أكون خنصر حلم مس بيت كريستيان كزامدو كفتون كلو نخال أوتجن يقبلوا ويكا أي حاسين مالته يكونن دحرايون حدا حموش تنطبتات اسكا از كل ساقات إما بتمالي أب هيستري لومي انتاي كخون محشي انتاي كمي سئلي كأهيبنا نقابلنا سئلنا يطعي محدرة قال خبت نطبتات ناس أنتنا إمنت زفقد محدرة ولا نأبنت ناس أنتنا إمنت كنقول لك الناس أمنتاتنا تقصد نجينا نأبنت هايمانوتك بناس أخت مهر هايمانوتك بناس أخت مهر عندنا ون كسب والقوي تا ويحل حلوة متأممان كتنبر مخانك إن هيوتك أب حدقة زيتو كنتات كم زخانة نايم الرجاز هايمانوتكم إذا عذلي منقستون نقو يقبر يزلوا أجي نزل حموش تنتبتها دحر المتقاسوش تمليس شو دحراي هايمانوتن دولان حزبن تمالا لأتي أبزخون الأواني تعنا زوجان في وكاء زركب يمالالو بحبار كوينهم كاء نتي تمالال إكاء قطع عقبة الصبوع نجر يكالا خلو ويحلو انتدعى أنا أبنت سكتيريان اكستريميزم وي زي بهيمانتكون بزرقيكون بقلقون كاب عقنو زحلفه خيدن كله كلهم يوم انتدعى حبيرهم يسرح اليوم بحبار كوينهم كاء زقطمو كسعرونا يكلن أيس أقوم مني خا I think كانوا حالكم دجنا ونمتقام كخون سلازغل أبز تطعو قبلها أنا قدم أب حتو تعطينا خنكيد حتو ويتو ما حوي قدمي ناو حتو مخاد ناسي قرب اقرام زرقح قبلو زم مابس قزاز اللو عدلتنبو نحمشت دا شوعت دا أنا كبرتها بكذا كاني أنا مدالي أخوة دوا علي دالي راي أذكركم ثاني ما براتك على وش دا طلع بزغنة حمشت دا دخل نبل هرح اجيت انا عنتو ناي ادريس محمد علي حربينيا نزخرو خم دما كلهم قم زعمسلو حلواتهم مستسوره نزخرو تا كان من يشتي ذكرى زيمو قدر فاي هرح كبرتها بك عرفتي نحمشت دا زرقة حبلنا نملس هرح Thank you